اهلا بيكم في مقطع جديد من دروس الغوص الحر. موضوعنا النهارده عن انواع تدريبات الغوص الحر. تدريبات الغوص الحر لها 3 انواع. الاول دراي تريننج، وهو التدريب في الوضع الجاف خارج الماء. بستخدم تدريب الوضع الجاف دائما لانه بيحقق عدة اهداف، على سبيل المثال مراقبة المتدرب والتأكد من أنه يطبق مراحل التنفس وكتم النفس بشكل صحيح. النوع الثاني وهو ووتر تريننج، وهو يخص كل التدريبات التي تتم داخل المسبح أو المياه المحصورة الضحلة. 3 ديب تريننج، طبعا واضح جدا من المصطلح انه يخص تدريبات الغوص العميق، سواء التدريب في الوضع الجاف او التدريب داخل الماء، فهو يتم من خلال اسلوبين. الاول ويعرف بمصطلح ستاتيك ابنيا، وهو انقطاع التنفس في الوضع الساكن او الثابت. والثاني دايناميك ابنيا، ويعرف بانقطاع التنفس في الوضع المتحرك. من المفترض في الدروس القادمة اني هقدم جانب من البرامج التدريبية، سواء في الوضع الجاف خارج الماء او داخل الماء او في تطوير الاعماق في البحر المفتوح. انتظروني وتابعوني. سلام.